كولر مش بيخطط بس عشان يصعد، كولر بيخطط عشان ياخد بطاره الشخصي من صن داونز. صن داونز الفريق الوحيد الكبير في القاره اللي واجهه اكتر من مره وما قدرش يفوز عليه، اتعادل معاه وخسر منه لكنه ما كسبش، ومحتاج ليستعيد ثقته في نفسه ويستعيد ثقه جمهور الاهلي فيه انه يكسب. وعلشان يعمل ده لازم يركز كويس جدا. يركز كويس جدا في ايه؟ في التحضير لمباراه العوده، المباراه اللي لا تقبل القسم على اتنين وما ينفعش تستقبل فيها اي اهداف. وبناء عليه كولر موجود بين نارين او في حزب بيص. ايه هو بقى الكلام ده؟ تعال نشوف ايه. كولر لقى نفسه موجود في حزب بيص لانه ببساطة لازم ما يستقبلش اهداف، ولازم يكسب ويسجل، وفي نفس الوقت هو عارف خطورة وقدرات صن داونز على احراز الاهداف. فهو مش عارف يلعب بالطريقه الناجحه اللي وصلته اكتر من مره، واللي سجل فيها هدفين كانوا اتلغوا بداعي التسلل وكره في العارضه وشك في ضربتين جزاء. يعني كان ممكن يخرج من بريتوريا بنتيجه تقيله قوي كانت تضمن له الصعود.